ما الذي يمكن أن نخسره من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس؟ ماذا يعني هذا النقل؟ الاحتلال سيعتبر ذلك ضوءا وشرعية لكي يضاعف سرعة ما كان يقوم به. سيطرد أهالي حي البستان أسرع، سيسيطر على حي الشيخ جراح أسرع، سيسيطر على البلدة القديمة أسرع، سيعمل أكثر على التقسيم المكاني وإتمام التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك. أمامنا خياران. الخيار الأول هو أن نبادر وأن نمنع الاحتلال من قطف هذه الفرصة التي يظنها فرصة، وأن نعمل على خوض معركة واحدة لمرة واحدة. أو البديل الثاني أن ننتظر الاحتلال كي يأتي إلينا ونخوض معاركنا متفرقة، فتخوض معركة على بيتك في حي البستان منفردا، وتخوض معركة على بيتك في حي الشيخ جراح منفردا، وتخوض معركة عند المسجد الأقصى في كل مرة. لنا الخيار، إما أن نخوض هذه المعركة الآن نبادر لها ولا ننتظر آثارها لكي تصل إلينا، وإما أن لا ندرك آثارها مباشرة وننتظرها كي تصل إلينا واحدة واحدة. حينها سنكون في خانة الدفاع أكثر مما نكون في خانة المبادر. لنا الخيار، ما نستطيع أن نقوم به هو أن نشعر الاحتلال ونشعر الأمريكان أنتم قمتم بذلك لكي تعدلوا ميزان القوى، لكي تصبح الولايات المتحدة أو لكي يصبح الاحتلال الصهيوني أقوى، لكي يصبح الاحتلال الصهيوني أكثر قدرة على التحكم في القدس. ما سنفعله أننا سنثبت أنه سيصبح أقل قدرة على ذلك. هذا الصراع هو صراع الحق في مواجهة القوة. القوة تظن أنها إذا ما استحضرت المزيد من القوة ستلغي الحق. كيف ستلغي الحق؟ لأنها ستقنع أصحاب الحق بأنه لا داعي لخوض هذا الصراع، لأنه صراع خاسر، وبالتالي لا داعي للمحاولة. إذا اقتنعنا بذلك حينها تكون القوة ألغت الحق. أما إذا كان الحق مصرا متمسكا صامدا وواجه القوة مرة بعد مرة فهو من سيفنيها، وبذلك تكون القدس عربية إسلامية وستبقى عربية إسلامية.